مساء الخير. طبعا انا الاعلاميه ريما جوزيف، واحنا النهارده في اكاديميه تجميل الميك اب والشعر وكل ما يخص التجميل عموما اللي في الطلبيه اكاديميه، وانتم مشرفيني ومنوريني في مكتبي اللي هي في الطلبيه. اكاديميه زي اي اكاديميه، وده مكتبي. الموضوع طبعا وصل في حته وحشه جدا وعمل ضجه غريبه جدا لاجل الترند. يعني انا مش شايفه ان الموضوع يستاهل كل اللي حصل ده، وكل العناوين المكتوبه اساسا عناوين خاطئه لغرض بس الترند والاقاويل من هنا وهنا، وموقع هنا موقع هنا. يعني خلينا بس نكون عقلانيين للناس المتعلمه والناس اللي بتفكر صح. هو هل انا ظهر ليا صوره تحت اللوجو اللي بيشرف اي حد؟ طبعا لوجو وزاره الداخليه اللي بيكون في الاسم. انا كل الحاجات اللي نازله لي بفساتيني وانا بقدم مهرجانات وانا بتكرم في مهرجانات، فازاي اللي بيحصل ده؟ الموضوع يعني كانت بسيط جدا. حصل مشاجره مع حد من التيم بتاعي. طبعا انا بحكم ان انا شغاله اعلاميه وشغاله خبيره تجميل وعندي المكان بتاعي، فعندي التيم ورك بتاعي، وحصل مشاجره مع احد افراد التيم ورك بتاعي. وطبعا انا كان لازم اتدخل وما ينفعش ان انا اسكت، لان المشكله حصلت في مكاني، فانا هسكت ازاي؟ فطبعا اتدخلت، وانا حرفيا يعني اي حد بيشتغل معايا بعقود قانونيه. حتى الموديل، حتى الناس اللي بيجوا عندي يدوا كورسات. انا بدي كورسات هنا الميك اب، انا متخصصه في الميك اب. في ناس بتيجي تدي كورسات شعر ونيلز ولاشز وسكين كير ولف طرح. كل الناس دي بتمضي معايا عقود. حتى الموديل اللي بينزلوا معايا اللي بنعمل عليهم الشغل بينزلوا معايا بعقود. فانا اي حاجه هتحصل في مكاني طبعا لازم امشي بيه قانوني. انا بحب اتخذ اجراءاتي كله. حتى البنات اللي بيشتغلوا معايا بقول لهم قبل ما نمضي عقد مع بعض في السكرتاريه، بقول لهم اعملوا لي فيش وتشبيه عشان بصماتك تبقى عندي لا قدر الله حصل اي حاجه. فلما يحصل مشكله زي دي طبيعي، ويحصل مشاجره في مكاني، طبيعي ان انا اتدخل الحكومه، اشتغل قانوني، امشي في اجراءات قانونيه. لكن الموضوع ما يستاهلش اصلا كل الكلام ده خالص. الموضوع كانت مشاجره بسيطه جدا بسبب خلاف مادي، ان انت بتاخد كام، انت بتاخدي كام، فده عارف ان ده بياخد كذا اكتر من دوت، فحصل خلاف ماديا. طب انا ليه باخد كذا ودوت بياخد كذا؟ وانا طبعا كل حد بديله حقه الحمد لله، لان انا ببقى شايفه معلش احنا حتى كاعلاميين كل اعلاميه متصنفه في كاتيجوري وبتاخد على حسب. لما انا بقدم مهرجان مثلا، انا لما باجي اقدم مهرجان باخد بادجت معين. لو جت اعلاميه كذا او اعلاميه كذا، مش عايزه اذكر اسامي طبعا، كل الاحترام والتقدير زمايلي واخواتي واصدقائي الاعلاميين او خبراء التجميل، فلو حد تاني هيقدم بتاخد بادجت مختلف عني. فكل حد ليه بادجت. فطبعا ده اللي انا عاملاه في مكان شغلي برضو في حياتي، ان انا مدير التصوير